السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هحكي لكم قصة بسيطة وقصيرة حدثت معايا بالفعل، معايا شخصيا، يعني رأيتها رأي العين، لم تروى لي. القصة دي صراحة بتوضح إحنا رحنا فين كمجتمع والدنيا ماشية إزاي معانا، ويعني أخلاقيا ودينيا واجتماعيا إحنا رايحين الناحية دي. صراحة أنا بسكن في منطقة ريفية، يعني حتى نائية شوية عن القرية، برا القرية خالص، في وسط الأراضي الزراعية. في بيجور منزلي على القرب منه كده منطقة محاطة بالأشجار، يعني بنسميها جرن كده، في منطقة، في جزء من الأرض، يعني منفصلة إلى حد ما عن العمران، يعني أو غير منظورة، برغم إن هي إلى جانب الطريق. فيعني صراحة بقوم الصبح بدري عشان أقضي مصلحته وكده. ففي يوم من الأيام صحيت بدري أكتر من الأيام العادية يعني، فوجدت شخص أعرفه كويس جدا، ومعاه يعني امرأة صراحة يعني قبيحة المنظر، ليست جميلة وليست بها أي شيء مغري. والراجل ده متزوج وعنده أطفال. فإشفاقا عليه يعني قلت أما أتكلم معاه، حتى يعني شلت الحرج من بينه وبينه، قلت له والله يعني مشيها هي الأول بس ونتكلم. فقعدت أتكلم معاه وقلت طبعا الوعظ الديني دلوقتي أصبح في المجتمع غير متقبل، يعني لو جيت أقول له ده حلال وده حرام مش هيسمع لي صراحة. يعني معظم الناس أصبحوا كده إلا من رحم ربي، يعني إن الله وإنا إليه راجعون. وقلت له يعني أنت اللي أنت فقلت له والله يعني أنا مش هكلمك من الناحية الدينية والناحية الشرعية وكده، ولكن هكلمك من الناحية الاقتصادية اللي احنا يعني الظروف اللي البلد عايشة فيها واللي احنا عايشين فيها دلوقتي، وضيق العيش والغلاء اللي الناس فيه. انت ازاي بتقبل انك تصرف على واحدة زي دي مثلا، او تديها فلوس او كده، في الوقت اللي انت ممكن تكون محتاج اكل لولادك او لبس لولادك او علاج لولادك؟ قال لي لا والله انت فاهم غلط، ده والله حق ربنا، يعني هي ما بتاخدش فلوس، ده حتى يعني بعد ما قضينا وقت حلو مع بعض فتحت لي شنطتها وقالت لي فلوس كتير، خد اللي انت عايزه لو محتاج اي فلوس. هي ماهيش بتاعت فلوس، ده هي بتاعت مزاج. انا لله وانا اليه راجعون. يعني حتى دعارة مجاني، يعني احنا اصبحنا في المجتمع، يعني مثلا لو قلنا ان هي دي اجبرتها الظروف ان هي تمشي في طريق الخطأ، لا ده ما اجبرتهاش الظروف، ده ست بتاعت مزاج يعني. وبعدين مش رايحة شقة مفروشة ولا مكان مغري ولا حاجة، ده في الزراعات يعني في البرد. يعني إن الله وإنا إليه راجعون. يعني الميزة اللي هي بتسعى وراها، وإيه المتعة اللي هي بتسعى وراها، إلا العيش الحرام وحب الحرام. وإيه اللي يخليه يعني كشخص متزوج وعنده أولاد ويقوم بهذا الفعل، إلا أن الوازع الديني انتفى من المجتمع. يعني إحنا أصبحنا مجتمع يعني صراحة، يعني الواحد ما عادش يلاقي وصف يوصفه لنا في الوقت الحالي. انت لو جيت تقول لإنسان ده حرام وده حلال هتسمع كلام ملوش لازمة. جيت تقول لإنسان ده عيب هتطلع دقة قديمة وعفى عليك الزمن. امال احنا مبادئنا فين، واخلاقياتنا فين، وقيم مجتمعنا فين؟ واحنا اصبحنا مين؟ احنا لا تقدمنا زي الغرب عشان نقول احنا قلدناه، ولا فضلنا زي اجدادنا ناس ملتزمين موحدين منضبطين اخلاقيا ودينيا وثقافيا. يعني احنا تهنا يا اخوانا. وجايز جه زلزال تركيا وسوريا يدق ناقوس الخطر ويقول لنا إنك ميت وإنهم ميتون. يعني ده كنا منتهين في النهاية. فيعني والله أنا حبيت أروي لكم القصة وأترك للناس إن هم يعني يبصوا بصة كده على المجتمع، إحنا رحنا فين،
وهل إحنا حققنا حاجة من اللي كنا بنحلم بيها، ولا إحنا تقهقرنا للخلف؟ هل إحنا كانوا أجدادنا على هذا القدر من السوء الأخلاقي والديني لا طبعا طبعا. لا الواحد يعني أنا أفتكر وأنا لسه طفل صغير كان المجتمع لسه عن قريب بحال تاني خالص. احنا أصبحنا في حال سيء، حال يزرى له، حال يعني تشفق علينا الأمم يا اخوانا. حتى الدول الغربية اللي فيها دعارة وفيها انسياب وفيها تحلل مش بحالتنا دي، مش بوضعنا ده. عندهم قيم وعندهم مبادئ برضو. ما تخليش حد يضحك عليكم، يضحك عليكم ان يقول لك ان الناس دول سايبين في الشوارع. لا.